اللغة المستعملة في صياغة مثل هذه الاتفاقات أو في التصريح حول بعض المواضيع. آه، أنا ماشي أنا كنقول في وضع بحال هذا ما يمكنش شي أنه ما يتفائلش ديال الحكومة، ديال النقابات، ديال القطاع. قدرنا نعطيو امل للخروج من عنق الزجاجه، بصح ماشي ديال مارك، عنق الزجاجه الحقيقي اللي لقينا فيه نفوسنا لمده ديال شهر. شنو كيبقى في المسؤوليه ديال الاطراف كلها كحكومه؟ عليها ان تستفيض في الشرح، لان كنشوف انا بعض التعاليق وكنشوف بعض ردود الفعل كتاكد لك بانه المعلومه ما كتوصلش سويه. ردود فعل انطباعيه، ماشي طبيعيه، بنادم ما عندوش معلومه، ما عندوش المعلومه الكافيه، او كاين اللي كيعتقد بان المعلومه خص يقلبوا عليها الناس، ماشي خصها توصل لهم. في حين في هذه الحاله المعلومه خصها توصل ما امكن. المسؤوليه ديال النقابات اللي ما خصهاش ترتكب الخطا اللي ارتكبته في المرحله السابقه، اللي ما تشاوراتش مع القواعد ديالها وما سولاتش في القواعد ديالها، او على الاقل تخرج تشرح لها. دابا هذا امتحان حقيقي ليها. صحيح. تمشي دير الجموع العامه ديالها ودير الاجتماعات ديالها، ماشي ديال القيادات فقط، تجتمع مع القواعد وتقول ها العرض الحكومي شنو فيه، ها المحضر شنو فيه، ها السقف اللي غادي نمشيو فيه باش تمشي تفاوض. كتفاوض واحد السقف معين اللي مفوض ليها انها تفاوض به، ماشي كيف ما داروا في النظام الاساسي، او على الاقل روايه اللي كتقول تفاوضوا حتى في الاخر تجاوزتهم الاحداث وترجعوا حتى هما من المضربين. واللي مهم الاله ديال التمييع ديال اي حاجه ايجابيه تشتغل، وخصنا تكون عندنا شويه ديال الجرأه وشويه القدره على اننا نقولوا بعض الحقائق بعض المرات. المعركه ديال الرجال ونساء التعليم، وعمر دائما كيقولها، هي تحسين الظروف ديالهم، وهذا مطلب وحق ما غيجادل فيه حتى شي حد. وقلناها مرارا، ما كرهناش المبادره تكون مع جميع القطاعات، قفزه في الاجور ديال المغاربه لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص تتلائم مع الظروف ديال المعيشه. يتبعوا لنا غا التضخم، غا الاسعار اللي طلعت في مجموعه من المواد، هذا نقاش او هذا امر محسوم. ولكن كتشعر شتي كتحط مثلا غير منشور اخباري رئيس حكومه ها شنو قال للنقابات، الاله ديال اللي قر 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 كتشتغل بواحد الاسهاب غير مفهوم. كاين اللي غيقول لي لا داك الفيسبوك، واش كدي على الفيسبوك؟ ما نديش على الفيسبوك، ولكن الفيسبوك راه يساهم في تثبيت واحد النفسيه وواحد العقليه ديال نصور مجهود. دابا تتفق مع الحكومه ولا مع الوزاره، هذاك نقاش. تختلف مع السياسيين، هذاك نقاش. ولكن ما يمكنش ما تقولش انه بلادك دارت مجهود لتدبير واحد الملف ما ساهلش يهم واحد الفئه كبيره. لهذا لابد من استحضار حسن النيه، خصها تكون من شروطنا في المرحله. لا كمتتبع، واخا كتكتب غير رأي، انت ماشي رجل تعليم، او تكون استاذ او استاذه منتمي الى شيء ما، وعندك مطلب يفوق باضعاف داك الشيء اللي قالوا رئيس الحكومه او اللي اتفقوا عليه في المحضر. ولكن ملي كتلقى الملامح ديال والبوادر ديال الحل، ما خصنيش نسفهها وما خصنيش نميعها. واجبي الاخلاقي والنضالي كذلك، وانا نقول بلاتي جبنا هذا المكسب مزيان. الدوله والحكومه عبرت على حسن النيه وتراجعت على امور ووعدت بامور
ما خصنيش اولا ما خصنيش نعتبرها نقطه ضعف، ما نقولش ربحت الحكومه، لا، هذا الا دخلنا في المنطق ديال شكون اللي هرس اليد الاخر غادي نكونوا دايرين معركه خاسره.